بتصاب بيها الستات المصريين. الستات المصريات دي ايه هي بقى؟ زي الهشاشه. طبعا انتوا عارفين مع الحمل والولاده والرضاعه وكم الحياه والشقه اللي بتشوفه طول عمرها، فبتصاب بالهشاشه والولادات وكم الفيتامينات اللي بتنزل من جسمها. كمان آلام المفاصل والعضلات والفقرات. يعني في فرق ما بين المفاصل والفقرات والعضلات. هنتكلم عن كل حاجة على حدة، وهنتكلم برضو ازاي نقدر نتفادى المشاكل دي. هنتكلم كمان عن موضوع مهم جدا 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 واليومين دول بنشوفه بشراسة. هنتكلم عن الجيم. كل حد يتخن شوية، أو مثلا شبابنا الحلوين والجمال قبل الصيف لما يكون حابب يعمل مثلا فورمة الساحل، فعايز شوية عضلات وشوية حركات عشان لما يلبس بقى المايو أو يلبس الشورت على البحر يبقى شكله لطيف، ففجأة يقرر وبدون سابق إنذار القرار بيجي إن أنا لازم أروح الجيم ولازم أعمل عضلات، فيكثف وقته ويكثف حتى مجهوده عشان يوصل لمرحلة بسرعة جدا من 10 أيام إنه يعمل العضلات دي. هل أنت عارف أو مدرك كم المشاكل اللي أنت بتصاب بيها عضلاتك وفقراتك وبسبب التركيز الفجأة ده في الجيم؟ هنتكلم برضو الجيم بدون رقابة طبية وبدون إشراف طبيب، ايه اللي بيحصل في جسمك وايه اللي بيحصل في جسمك لما تعوزي تخسي فجأة وقررتي وعملتي نفس المشكلة. هنتكلم كمان عن مشاكل كتيرة جدا. هنتكلم عن الأجهزة الطبية. ايه هي الأجهزة دي؟ الأجهزة الطبية اللي تحت يعني او اللي أقرت بيها منظمة الصحة او مثلا وزارة الصحة عندنا او منظمة الصحة العالمية. ايه هي الأجهزة دي وازاي نستفاد بيها؟ هنتكلم كمان عن العلاج اليدوي واستخدام التمرينات العلاجية. العلاج اليدوي واستخدام التمرينات العلاجية. يمكن يبان شوية ان المصطلحات دي شوية معقدة، لكن انا حابة النهاردة تفهموا معايا يعني ايه علاج طبيعي والمفهوم الصحيح للعلاج الطبيعي. مش هنقول كلمتين كده وسلام عليكم وانتوا تبقوا عارفة. انا عن نفسي ساعات بقعد قدام برامج طبية وساعات بيقولوا شويه حاجات كده مبقاش فاهمه منها حاجه، واخرج من الحلقه ان انا ما فهمتش حاجه من اللي هم بيقولوه. لا، النهارده ان شاء الله كمان من خلال تليفوناتكم ومشاركتكم هتكون للحلقه معنى تاني وهنفهم اكتر مع بعض. افكركم بطريقه التواصل 1480 من اي موبايل، 0993 80 من اي تليفون ارضي، وصفحتنا على الفيسبوك برنامج لايف كلينيك بالعربي. بعد الفاصل مباشره هيكون معانا نجم حلقتنا النهارده، استاذ العلاج الطبيعي وفي المكان المتخصص جدا. دايما انا بوعدكم بيكون معانا اساتذه كبار واطباء ليهم ثقل طبي وثقه عند الناس. هيكون معانا اسفه بعد الفاصل الاستاذ الدكتور محمود ناصر، استشاري ورئيس قسم العلاج الطبيعي بمستشفى وادي النيل. فاصل ونواصل. الو. انت يا بنت يا سالي. بتمت بنتك. انت مين ياض؟ انا معجب. ايه انت بتعاكسني بجد والنبي؟ يا بنت عاكس مين؟ انت اخرك ايه؟ لو في أرقام بتعكسك وقرفان منها، مع خدمة ترو كولر هتعرف أصحاب كل الأرقام في مصر أو بره مصر. اتصل من أي محمول على 1461 أو من أي خط أرضي على 0900 9407 أو ابعت الرقم في رسالة على 9407 وفي ثواني هيكون عندك اسم صاحب الرقم. مع خدمة ترو كولر هتعرف أصحاب كل الأرقام في مصر أو بره مصر. دلوقتي اسمع ونزل على موبايلك أغاني ورنات ألبوم الأخوان جويلي الجديد. اتصل من أي محمول على 1424 أو من أي خط أرضي على 0900 94 34. ضلة شجر من حرنا أنا ليه بتاخدني عيني واتشد أوام في بيت صغير جوا حرق حيطانه لسه عالمحر. أنا فيك من الأيام ومن الليالي. ربنا كبير وبيسامح.
سامح الناس اللي بتتوب يا اخوي. افتح. اسمي غالي، انا حارسه في سجن القناطر. ده انت هتتبسطي معانا هنا قوي. هو انا لما ابقى زيكم ابقى في نعمه؟ حليم. يوميا 10 مساء على نايل لايف. نفسي يبقى الواد يقف جنبي ياخد عزايا لما اموت. انا سبق وقلت لكم انك طبيعيه جدا وهو كمان طبيعي جدا. كامل دي اراده ربنا. وحشتني قوي يا كامل، كنت فين المده دي كلها؟ حامل خلي بالك من ابني. مين فينا اللي اتولد قبل الثاني؟ انا ماليش غير ولد واحد. 2 ولاد. ده تزوير باوراق رسميه. اليوم 10 مساء على نايل سينما. استوديو دراما. المزيكا والغنى لازم يبقى حر. قيمة الصوت تحدد بما يغني، بما يقول. بالأحزان أنا مالي. استوديو دراما. مساء الخير على كل مشاهدينا واهلا بيكم وحلقه جديده وسهره جديده من سهرات برنامجنا استوديو دراما. اقوى النجوم. الفنان الكويس هيضيف لي، انما الفنان الدخيل ده هيسئل. زمان كان اللي بيغني في الاذاعه العالم العربي كله يعرف. المجتمع يشتم، الاعمال بس يشوف. صناعه السينما في ازمه لان مفيش قوانين تحميها. حوارات ولقاءات. مفيش حاجه عملتها اللي هو انا ندمت عليها ازاي انا اعمل عمل زي ده. القائد العام للقوات المسلحه مش قادر يخرج من باب البيت. عبد الناصر اغلبيتنا عرفوا من الخطابات. انا قاعد في بيتي 3 سنين، ما هو اللي قعدني 3 سنين عاوز يقعدني السنه الرابعه. كل هؤلاء النجوم على شاشة واحدة، شاشة النيل للدراما. الصورة المصرية في الفيديو نقلت نقلة ضخمة. ايه اللي دفعك ان انت تختار المسلسل وفي التوقيت ده؟ انت عندك جيل فقد الاتصال بالتاريخ. لازم نرجع لمشاعرنا، نرجع للأخوة للمحبة. نايل دراما، شاشة كل النجوم. اهلا بكم معنا مشاهدينا مره تانية بعد الفاصل، واسمحوا لي بقى ارحب بضيف الموجود معانا الاستاذ الدكتور محمود ناصر، استشاري ورئيس قسم العلاج الطبيعي بمستشفى وادي النيل. اهلا يا دكتور. اهلا بيك يا فندم. نورتنا يا فندم. ربنا يخليك، منور دايما. خلينا النهارده في حلقتنا يعني انا حابه اوضح وابروز المعنى الحقيقي او المفهوم الصحيح لو بنتكلم بقى باللغه العربيه للعلاج الطبيعي. يعني انا اول حتى انا عن نفسي عشان الناس ما يقولكش احنا فاهمين، طب انا عن نفسي انا عن نفسي لما الدكتور مثلا بيقرر، لما بروح وتعبانه بروح دكتور عظام بيقرر لي في روشته ان لازم اعمل علاج طبيعي، كل اللي بيجي في بالي انا، وبغض النظر بقى اشوف بقى مذيعه وبستضيف دكاتره وعندي باك جراوند كبيره جدا، كل اللي بيجي في بالي ان انا هروح اعمل مساج وتدليك، شويه سخونيه شويه حركات وخلص الموضوع. فاحنا كشعب مصري حتى او كمصريين دايما بنستهون وما بنبقاش فاهمين حته يعني ايه علاج طبيعي واهميته في ايه. بس خليني الاول افكر مشاهدينا مره ثانيه بتليفوناتنا 1480 من اي موبايل و0993 80 من اي تليفون ارضي، وصفحتنا على الفيسبوك برنامج لايف كلينيك بالعربي، ونسمع حبيبه قلبي المعده الجميله قاعده في الكنترول وهتستقبل كل حتى الكومنتات على الفيسبوك. ايه بقى يعني ايه علاج طبيعي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. العلاج الطبيعي احنا يعني نرجع ورا شويه. اهميه العلاج الطبيعي بدأت من ان احنا عايزين نرجع المريض لحالته الطبيعيه، النورمال ستيت بتاعته تاني. المريض بتاعنا بيعاني من مشاكل كتيره، مشاكل عضليه، مشاكل مفصليه، اضطرابات في الاتزان، مشاكل كتيره جدا المريض بتاعنا بيواجهها، بيبقى معتقد ان هو هياخد دواء ويخف ويرجع سليم ويمارس حياته طبيعي يعني. انما الحقيقه المشكله مش كده، المشكله ان المريض ده بيبقى محتاج برنامج تأهيلي سليم يقلل المشكله او المشاكل الالام الموجوده عنده ويظبط اتزان العضلات. العضلات عندنا في جسمنا كتيره جدا متنوعه،
عضلات بتشتغل على ناحيتين من الجسم، الناحيه اليمين والناحيه الشمال، قدام وورا. لازم اعمل عمليه توازن ما بين عمل العضلات ديت في اطار من التوافق العضلي العصبي، نعم. اللي يرجع المريض بتاعنا ان هو يؤدي الوظيفه بتاعته بطريقه سليمه وبدون مشاكل يتعرض لها. ويمكن احنا اصلا ما نعرفش حتى تقسيم العضلات في جسمنا بالشكل الصح يعني، فبرضه بنبقى جهلنا بالخريطه دي، برضه ما بنتعاملش مع جسمنا صح. ما هو عشان كده احنا يمكن قدام شويه بقى في البرنامج هنتكلم عن موضوع التدريبات العضليه. أيوة. والجيم والحاجات ديت عشان نعرف المشكله بتيجي منين. المشكله بركز على ايه وبسيب ايه. تمام. ولما بركز على حاجه وبسيب حاجه ده بيأثر على المفاصل بتاعتي وطريقه عملها، على معدل التآكل في العظام، معدل التآكل في الأربطة، معدل التآكل في الغضاريف اللي موجوده في المفاصل. الحاجات دي كلها حاجات مهمه جدا تبقى نحطها في اعتبارنا اثناء برنامج التأهيل اللي بنعمله للمرضى. طيب. العلاج الطبيعي ما بيتعاملش بس مع الإصابات دي، لا، العلاج الطبيعي له دور مهم جدا في تأهيل المريض بعد معظم الحالات العلاجيه او التخصصات الطبيه المختلفه. في دور للعلاج الطبيعي بعد العظام زي ما احنا عارفين. أيوة. بعد في حالات الاعصاب. انما له دور كمان مهم جدا في صحه المراه، الومن هيلث، وده يعني كاتيجوري كبير قوي العالم كله بيتكلم فيه ما عدا عندنا طبعا. يعني احنا بنتكلم فيه بس متاخر شويه. بالظبط. عبال بس يعني ايه من فوق كده ونفوق ونعرف القصه ايه، ناخد لنا 10 20 سنه كده. عشان كده مش بس كده، العلاج الطبيعي بيأثر كمان في امراض الدوره الدمويه، عضله القلب. طب ما ناخد حاجه مين؟ عشان بالتفصيل برضه، يعني احنا شوقنا المشاهد بيأثر على كذا وبيأثر، لا طب ما تقول لي بقى بيأثر على ايه، ناخدها كده موضوع. طيب خلينا نبدأ من الموضوع الأساسي اللي هو دايما بيأثر على كل حاجة. تمام. الموضوع الأساسي العضلات. العضلات بتاعتنا في جسم الإنسان بتنقسم لعضلات هيكلية اللي بتتحكم في المفاصل وفي الفقرات وفي الحركة بتاعتنا في الأنشطة المختلفة اللي بنأديها خلال اليوم، وعضلات تانية داخلية بتتحكم في الأعضاء الداخلية لجسم الإنسان. وعضلة القلب. تمام. 3 أنواع من العضلات لو اتحكمنا فيهم نقدر نبقى في جسم سليم قادر على أداء الوظائف بتاعته. 3 عضلات. 3 أنواع من العضلات. 3 أنواع من العضلات، نقولها تاني. عضلة القلب. عضلة القلب. عضلات الداخلية أو اللي بنسميها العضلات الملساء. الملساء. أيوة. وهنعرفها إيه هي؟ أيوة. والعضلات الهيكلية. والعضلات الهيكلية. الحقيقة طول كل الفكرة بتاعتنا إن إحنا بنشتغل على العضلات الهيكلية. تمام. يعني ايه بقى العضلات الهيكليه؟ أيوة. ايه هي العضلات الهيكليه؟ العضلات الهيكليه ديت اللي بتتحكم في حركه مفاصل الجسم. كل مفصل في جسم الانسان عشان يتحرك محتاج عضلات. هنتني الركبه، في مجموعه من العضلات بتتحكم في كده، هنفردها في مجموعه ثانيه، هنمشي في مجموعات من العضلات بتشتغل اثناء المشي. تمام. في اجزاء من الجهاز العصبي بتتحكم في طريقه المشي، امتى اتني ركبتي، امتى افرد الركبه الثانيه، امتى اتني الحوض، امتى افرده، ظهري بيمشي ازاي. التوافق ده كله جهاز عصبي وجهاز حركي. تمام. عضلات هيكليه بتشتغل على مفاصل. تمام. في نفس الوقت at the same time في عضلات تانية جوه ملساء بتهدى بقى، مش عايزه تشتغل دلوقتي. انا باكل وجبه بلاقي جسمي يرتاح وعايز ابطل حركه واريح شويه عشان ادي فرصه لعضلات الملساء اللي موجوده جوه انها تشتغل وتادي الوظيفه بتاعتها. عضله المعده، عضلات المحيطه بالامعاء، العضلات المحيطه بالجهاز الهضمي، بالكلى، بالكبد، كل دي حاجات مجموعه من الفانكشن والوظائف بتتم. في عضلات منها بتتحكم في حركه الانسجه ديت عشان تؤدي الوظيفه بتاعتها بطريقه سليمه. طيب. ودي احنا مالناش دخل فيها، ما بنقولش للمعده اشتغلي دلوقتي وبطلي دلوقتي. يبقى احنا وقفنا عند العضلات الملساء اللي هي بتشتغل بقى في سكون وايه وهدوء. وراحه. ناخد بقى فتونه. الو. شفتي ان انا سالت عليك ازاي في بدايه الحلقه؟ ازيك يا ايمي؟ الحمد لله. وحشتيني امبارح ما جيتيش ليه؟ ما انا والله ده انا عايزه اقول لك كتير بفرح لما بتسالوا عليا، بس انا دلوقتي عامله لكم برنامج حلو قوي اسمه ذكريات، برنامج نجوم بقى وبالليل وحركات. طب وهيجي امتى عشان اشوفه؟ كل يوم جمعه الساعه 9 مساء.
طب اوكي انا هشوف يعني وعايزه اقول لك بيتعاد يعني تاني يوم الساعه 7 صباحا وبعديها برضو الساعه 4 العصر اعتقد. فيعني بس برنامج حلو قوي هيعجبكم، يعني في نجوم. والحلقه اللي قبليها كان الفنان صلاح الشرنوبي، والحلقه اللي قبليها كان النجم الطرب الشعبي سمسم شهابي. عامله لكم شغل جامد قوي. دايما يا حبيبتي كده متالقه دايما. حبيبه قلبي. انا اول على فكره فاتن القليوبيه، انا مش فاتن القليوبيه، انا القاهره يا جماعه. يا جماعه القاهره، يا جماعه فتونا القاهره. بس انا سالت عليكي في بدايه الحلقه على طول. الله يخليكي يا حبيبتي. عامله ايه؟ الحمد لله. اتفضلي. اولا انا طبعا عايزه اشكركم، وبعد كده عايزه اوجه للدكتور سؤال. السلام عليكم يا دكتور الاول. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. من فضلك انا عندي خشونه في الركبه وبعاني منها بقالي سنين، وبعدين الدكتور كتب لي على 12 جلسه في 12 جلسه وعملتهم، وطبعا بلا فائده، يعني ما كانش فيه اي تحسن خالص. تمام. اللي حسني حضرتك هو الحقن اللي هي في الركبه. تمام. دي اللي حسنتني. ده بقول لحضرتك يعني عشان بس بقول لك الدليل على ان ساعات العلاج الطبيعي ما بينفعش. طيب ما بيتحسنش. انت عملتي كل الجلسات؟ انا عملت الجلسات كلها وعملت مشاوير، يعني كم مشاوير، وفي الاخر بلا فائده، يعني طب مفيش فايده ابدا. خلي بالك احنا هنتكلم في حته دلوقتي يا فاتن على التشخيص الصح، يعني انت ممكن تكوني اتشخصتي غلط، صح يا فندم؟ انا بشخص في كل حضرتك. طب حضرتك رد بقى اتفضل. لا في كمان سؤال حضرتك بس معلش. انا جايبه في البيت عندي التراك فيت اللي هي المشايه بالكهرباء. فكتير بيخوفوني منها، بيقولوا لي انت عندك الخشونه ما ينفعش ان انت تتدربي عليها او تتمرني عليها. تمام. فهل يا دكتور يعني ده صح، ولا ان انا ممكن مثلا عشان عايزه اخس وكده فانا جايباها بس بيخوفوني منها عشان الخشونه، هل دي هتزود الخشونه عندي؟ هرد على حضرتك خالص. هرد عليك. ميرسي يا امي. ميرسي يا حبيبه قلبي، وحشتوني وخليكم دايما معانا. مع الف سلامه. باي باي. احنا هنسبق الاحداث احنا كنا حاطينها في الاخر بس بس ممكن نرد بس على الجزئيه ديت، ان برنامج العلاج الطبيعي احنا بنتعامل مع مشكله موجوده في مفصل الركبه. انا محتاج ان انا اضيع الالام اللي موجوده الاول، وبعدين اعمل تاهيل كويس للعضلات المحيطه بمفصل الركبه. يعني ايه؟ يعني هي دلوقتي بتقول خلصت كل الجلسات وما ارتاحتش وبعد كده لجأت للحقن. اعتقد ان المفروض ان هي كان في جزء تاني لازم نلجأ له اللي هو اثناء البرنامج العلاج الطبيعي. انا بشتغل على كذا حاجه. العضلات بيحصل فيها مشاكل كتير قوي. المشكله الاساسيه اللي احنا فاكرينها كلنا ان هي في ضعف في عضله. في مشكله تانية قدامها ان في قصر في عضلات تانية. مجموعه من العضلات بيحصل فيها قصر او شورتنينج. الشورتنينج ده محتاج ان احنا نعمل له اطالات عشان يدي راحه للمفصل انه يؤدي الوظيفه بتاعته بطريقه سليمه. تمام. الجزئيه الثالثه بقى والاهم، ايه اللي حصل في بقيه مفاصل الجسم اثناء المشكله بتاعتي. انا عندي مشكله في الركبه اليمين فبضطر احمل على الركبه الشمال. ايوه. لما بحمل على الركبه الشمال بيحصل خلل في الظهر في الظهر في اسفل الظهر. فبالتالي انا لما بعالج الركبه اليمين عالجت الركبه اليمين ومشيت وانا لسه سايب المشكله اللي فوق ما عالجتهاش، وبالتالي ظهر عندها المشكله تاني ولجأت لموضوع الحقن الموضعي او الكلام ده. لو احنا عملنا برنامج علاج طبيعي مظبوط راعينا فيه كل النقط المحيطه بالمشكله زي الركبه الشمال، اسفل الظهر، العمود الفقري، السمنه، في مشاكل كتيره محيطه بالموضوع لازم نتعامل وياها عشان نوصل لنتيجه سليمه في العلاج الطبيعي. انا كمان في حته يعني برضو عايزه يعني انورها شويه، اللي هي حته ما ممكن تكون متشخصه فعلا غلط. يعني انا مثلا عن نفسي والدتي راحت دكاتره كتير جدا بجد، يعني حاجه بعدد مهول يعني، لكن كل دكتور احيانا بيبقى ليه راي مختلف. يعني في دكتور يقول لها احقني، وفي دكتور تاني يقول لها لا لا انت ما فيكيش حاجه خالص انت علاج طبيعي، وفي دكتور ثالث ورابع وخامس سادس لا دي انت عايزه عمليه تركيب مفصل مثلا. يعني اقصد كثرت الاراء والتشخيصات، فاعتقد ان برضو التشخيص عليه عامل مهم جدا. اكيد طبعا زي ما حضرتك بتقولي التشخيص مهم جدا، يعني ممكن اعمل جلسات كتير وانا مش المفروض اعمل الجهاز ده اصلا. هي الفكره دايما ايه، نقول احنا لازم نحدد المشكله عشان نعرف نعالجها. بالظبط. المشكله اذا كانت مشكله مباشره في مفصل الركبه يبقى التعامل معاها تعامل مباشر. ايوه. عاده ما بيبقاش في مشكله في مفصل الركبه مباشر. عاده بيبقى في مجموعه من المشاكل المحيطه بالموضوع. ايوه. اهم مشكله بتواجهنا مشكله السمنه، مشكله سوء التغذيه،
وهل سوء التغذيه ليه علاقه بالام الركبه؟ يعني خليني اضرب لك مثال صغير قوي. مجموعه المعادن اللي احنا بنحصل عليها من الفواكه، مجموعه الفيتامينز اللي بناخدها من الخضروات والفواكه، اذا ما كانتش نسبها كويسه في الجسم معناها ان العضلات مش هتشتغل بطريقه كويسه. نعم. معناها انها هتاثر على اداء العضلات المحيطه بمفصل الركبه، معناها ان الدوره الدمويه مش هتبقى مظبوطه، معناها ان انا مش هتخلص من الالتهابات اللي موجوده في الركبه بطريقه سليمه. ففي مجموعه من العوامل تانية، ظهري ما فيش فيه اتزان بينه وبين الجنب اليمين والجنب الشمال، ما فيش اتزان ما بين عضلات البطن وعضلات الظهر، بغير مركز ثقل الجسم اللي المفروض ربنا خلقه بين رجليا، بيطلع قدام شويه. لو طلع قدام شويه نقط التحميل في الركبه اختلفت. ايوه، كل الحاجات دي معدل التآكل زاد، ما بناخدش بالنا منها. احنا بنبقى مركزين ان احنا نعالج الحته دي وخلاص. خشونه علاجها ايه؟ اديها حقنه في الركبه. بس كده خلاص. لا، ده انا هديها حقنه في الركبه، بس مش بس هو ده العلاج. بس حضرتك بتحقن يعني لا، أنا هل من ضمن كورسات العلاج الطبيعي الحقن وكده؟ ده دكتور العظام. انما بالنسبه لنا احنا لازم نعمل برنامج تاهيل كويس. عملنا حقن كويس وبعدين ما لم يتبعه برنامج تاهيلي مظبوط، يبقى كأننا ما عملناش حاجه. هنرجع تاني. انا نجحت في ان انا اقلل الالم، انما لم انجح في ان انا اظبط الميكانيكا اللي حوالين مفصل الركبه. طيب دكتور، انا كنت عملت حلقه برضو هنا من فتره كده في لايف كلينيك، وكان كان معانا برضو حد علاج طبيعي، بس دكتور صغير يعني مش استاذ كبير زي حضرتك، لكن كان بيقول ان اي حاجه بتتشال من الجسم، لو ست شالت الرحم، لو ست شالت المبيض اليمين او الشمال، لو عملت الزايده، اي حاجه بتتشال بتاثر على الظهر. فهل ده فعلا الميكانيكيه دي يعني مظبوط؟ تمام. هو ده علم قريب قوي من العلاج الطبيعي اللي هو علم الاوستيوباثي. علم الاوستيوباثي ده بيتعامل مع الاحشاء الداخليه لجسم الانسان. اصل لو جربنا لقينا المصريين كلهم شايلين هي الحقيقه اللي شايله الرحم واللي شايله. خلينا نقولها بطريقه ظريفه قوي ان المفاصل بتاعتنا اللي ما بين العظام في مفاصل ثانيه ما بين الاحشاء وبعضها، في لغه تفاهم ما بين اعضاء الجسم المختلفه، في اربطه، في عضلات بتحيط باعضاء الجسم، لو حصل خلل فيها بتأثر على المنظومة اللي بيعمل فيها الفقرات واللي بيعمل فيها المفاصل. نعم. فأي جزء بيتشال بيتكون بعديه حواليه أو مكانه حاجة بنسميها السكار تيشو أو التليفات، الأنسجة المتليفة، دي بتأثر على الوظيفة الميكانيكية للمفصل ده أكيد. نعم. وإحنا في العلاج بتاعنا في العلاج الطبيعي بنعالج الاتزان حوالين المفاصل دي، وفي نفس الوقت بنعالج السكار تيشو. نعم. ممكن نلجأ بقى للدكتور الاوستيوباثي اذا كان متوفر عندنا دكتور الاوستيوباثي دلوقتي، بنقدر يساعدنا في انه يفك الالتصاقات اللي حصلت في الانسجه الداخليه. يعني مهم فعلا. طبعا. بس ده علم برضو شويه احنا مش واخدين عليه، يعني ما نعرفش عنه حاجه. احنا يعني ان شاء الله هيبقى زي ما وعدتوني ان شاء الله زي ما وعدتوني ان هيبقى في برضه حلقه لحد متخصص ان شاء الله في موضوع الاوستيوباثي عشان يكلمنا عن الجزئيه ديت وعلاقتها بالعلاج الطبيعي. بس فعلا دي حقيقه. دي يعني موجوده طبعا، دي حاجه عشان حقيقية. بس كل اللي بيتفرجوا علينا دلوقتي يبقوا عارفين ان كل واحد شال حاجه من جسمه بتاثر على حاجه ثانيه، وخصوصا الستات اللي شايله الرحم، لان الستات اللي شايله الرحم بعد فتره بتعاني من الام في الظهر واسفل الظهر وحاجات كتير جدا، وهي في الاخر يعني ما تبقاش عارفه ان ده السبب لده. يعني هو ده سبب ومعاه مجموعه من الاسباب تانية خاصه بالعلاج الطبيعي. يعني احنا ما بنعالجش في جزر منعزله، يعني ما فيش دكتور عظم مثلا بيتعامل مع الحاله لوحده، ما فيش دكتور علاج طبيعي بيتعامل لوحده، اوستيوباثي لوحده، لا، الموضوع كله بيبقى منظومه متكامله. تمام. الرعايه الطبيه متكامله هدفها مصلحه المريض في الاخر. ازاي نشخص كويس، نحط البرنامج العلاجي المظبوط في العلاج الطبيعي، نحط البرنامج الاوستيوباثي المظبوط اللي بيساعدنا في ان احنا نوصل لاحسن نتيجه في اقل وقت. ده فريق عمل كامل يعني. ده العلاج الطبيعي. العلاج الطبيعي جزء من منظومه كامله هدفها ان احنا نوصل بالمريض الى المستوى اللياقه الطبيه او الصحيه السليم. لو احنا حطينا العلاج الطبيعي في البوزيشن ده في التوقيت المناسب بتاعه، قدرنا نستخدم الامكانيات الخاصه بالعلاج الطبيعي في ان انا احسن الاداء الوظيفي لعضلات الجسم، للاحشاء، لعضله القلب، انا بوصل بالمريض بتاعي انه يرجع للنورمال ستيت في اقل وقت ممكن. طيب احنا نرجع بقى لاول نقطه كنا اتكلمنا فيها، ان هي العضلات ولا عضلات البسيطه ولا العضلات الملساء. ايوه تمام. طيب يبقى كل مكان في الجسم ليه عضلات. نخش على العضله الثالثه المهمه اللي هي عضله القلب.
القلب. الجهاز الدوري التنفسي، عضله القلب والتنفس ديت حاجه مهمه جدا عشان بقيه العضلات تقدر تؤدي وظيفتها. تمام. لو القلب فيه مشكله او النفس فيه مشكله، العضلات مش هتقدر تؤدي الوظيفه بتاعتها بطريقه سليمه. نعم. عندنا برنامج في العلاج الطبيعي خاص بتاهيل عضله القلب والجهاز التنفسي. طيب احنا هنقف عند عضله القلب وناخد تليفون من الاقصر. طيب اتفضل. والجو حر فاكيد يعني. الو استاذ ترك. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كل سنه وانتم طيبين يا فندم. وحضرتك طيب واحنا خلاص بقينا في شعبان ورمضان على الابواب، كل سنه وكلكم طيبين يا رب. لا ليك اللي يبارك فيكم يا فندم. ممكن اكلم الدكتور يا فندم؟ اتفضل يا استاذ ترك اتفضل. السلام عليكم يا دكتور. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا يا فندم. شكوى يا فندم، الرجلين في خشونه. ايوه مع حضرتك. في خشونه في الركبتين. الرجلين الركب. ايوه عندي خشونه. تمام. ما خليتش عليها سيادتك. يعني رحت علاج طبيعي ورحت القاهره تو يعني عند دكاتره كشفته. السن قد ايه يا استاذ ترك؟ نعم؟ السن قد ايه؟ السن طيب حاول تكلمنا تاني يا استاذ ترك عشان نعرف برضو التفاصيل كويس. مش احنا يعني موضوع مشاكل الركبه ده 3 حاجات مهمين قوي لازم نخلي بالنا منهم. السن اخباره ايه؟ السن لان السن ده عامل مهم جدا في حاله الانسجه اللي جوه مفصل الركبه. تمام. حاله الاربطه، الغضاريف، حاله العظم نفسها اخبارها ايه. الحاجه الثانيه المهمه بالنسبه لنا عضله القلب والجهاز التنفسي اللي بيقدر ان هو زي ما قلنا يوصل للركبه ويغسل الالتهابات اللي موجوده. الحاجه الثالثه العضلات الهيكليه اللي شغاله على مفصل الركبه. والسمنه. والسمن. طيب يبقى كل دول لازم نبص لهم عشان نقدر نعالج علاج مظبوط. طيب ناخد مريم. ايوه يا مريومه. اهلا وسهلا بيكي. اتفضلي. والدكتور. اهلا بيكي يا فندم. ازيك يا امي؟ ازيك يا قمر؟ ممكن بس اسال الدكتور؟ طبعا ممكن، امال احنا دورنا ايه؟ ده برنامجكم. لو سمحتي يا دكتور، بس انا ماما عندها خشونه. الاول كان في رجل واحده، دلوقتي بقت في الاثنين. ودايما عايشه على المسكنات وتعبانه دايما والحقن وكده. تمام. بس الحقن اللي هي مش بتاخدها في رجليها الركب. لا الحقن العاديه اللي هي في العضل يعني. تمام. بس فعايزه اعرف ايه الاكلات اللي هي تاكلها، تعالج ده ازاي؟ يعني قولي لي الاول يا مريم. يا مريم. نعم. هي جسمها كويس ولا تخينه شويه؟ لا هو مثلا 80 حاجه 80 كده. طب حلو. يعني مش ما فيش سمنه يعني؟ لا ما فيش غير بس بطن. طب ما خلي بالك برضو الدكتور بقى يكلمنا على حته البطن دي. طيب بس مش بطن قوي يعني بسيطه. طيب قولي لي هي حقنت طبعا؟ لا لا ما حقنتش، هي بتاخد حقن عضل بس لكن مش في الركب. مش في الركب. علاج يعني عاديه. عاديه. طيب انت عايزه تعرفي الحياه يعني اللايف ستايل تعيش ازاي؟ عايزه اعرف ايه الاكلات اللي تاخدها، يعني هي كده هتفضل طول عمرها على المسكنات ولا في تحسين اكيد؟ يعني ايه العلاج اللي هي تقدر؟ عايزه اقول لك دي مشكله الافات من المصريين. حاضر عيني يا مريم. ميرسي على تليفونك. ممكن رقم الدكتور؟ نعم؟ عايزه رقم تليفون الدكتور. عيني نسمه في الكنترول يا نسمه. هنوصلك للكنترول ونسمه معدتنا هتديك الرقم. حاضر. برضه الركب. طيب خلينا نقولها بقى. هي الحلقه كلها في الاخر هتدور على الركب. طب خلينا نقولها بطريقه ثانيه. ركب المصريين. جميله. طب خلينا نقولها بطريقه ثانيه. مشكله القوام. مشكله ان احنا نبقى عارفين ان القوام بتاعنا ده قوام سليم. بتضمن لي ايه؟ بتضمن لي ان انا مركز الثقل بتاع الانسان اللي احنا بنسميه سنتر اوف جرافيتي يكون بيقع في مكانه الطبيعي. تمام. ده هيحقق لي ان انا بعمل نقط تحميل سليمه في الركبه وفي اسفل الظهر وفي الانكل جوينت او مفصل الكاحل. تمام. لو انا قدرت احقق نقط تحميل سليمه يبقى انا هقلل درجه التآكل او كميه التآكل اللي بتحصل في الغضاريف وفي العظام. طيب يعني نقطه التحميل السليمه دي لازم يبقى الجسم ما فيهوش سمنه، يعني لا جاي كده ولا جاي كده ولا منحني لقدام ولا لورا. بالظبط. ده شغل بقى ايه؟ شغل الاتزان ما بين العضلات. يعني انا زي ما كنا بنتكلم من شويه، لو احنا عملنا تاهيل لعضلات البطن ونسينا عضلات الظهر هيحصل تغير في شكل الكيرفز. شكل الجسم. الكيرفيتشر بتاعه العمود الفقري. العمود الفقري فيه 4 كيرفات، ال4 كيرفات دول مسؤولين على ان هم يخلوني واقف.
ايوه. لو انا حصل زياده في كيرف او نقص في كيرف، ده هيخليني يحصل لي شيفتنج او تحور لمركز ثقل الجسم. زي ما دايما يقول لك ما تشيلش حاجه تقيله في جنب واحد بالظبط. واطفالنا اللي بيروحوا المدارس اللي بياخدوا الشنطه بيحصل لهم مشاكل في العمود الفقري، بيحصل لهم مشكله وانعواج في العمود الفقري، فهو ده الاتزان اللي بنتكلم عليه. عشان كده معظم مشاكلنا في الركبه علاجها ان انا اظبط القوام بتاع المريض بتاعي. يعني انا لما يجي لي مريض واقعد اشتغل وياه 12 جلسه على الركبه فقط، ده يبقى انا كده ما حققتلوش البرنامج السليم والكامل للموضوع. معظم الزملاء دلوقتي بداوا يشتغلوا على فكره ان احنا نأهل الجسم ككل. طب حته السمنه اللي في البطن اللي مريم كانت بتتكلم عليه، اللي مامتها شويه سمنه في البطن، وعايزه اقول لحضرتك حاجه، ان 3/4 اللي بيشتكوا من ركابهم عندهم كرش، سواء رجاله كرش، ستات عندها منطقه البطن بقى ترهلات. طب خليني اعرضها برضو بطريقه ثانيه. السمنه مش هي المشكله. المشكله ان انا حصل تغير الاول في شكل القوام بتاعي، في قوامي، وده اللي سبب ان تظهر اماكن معينه يتركز فيها الدهون، زي جيوب دهنيه. ايوه. الجيوب الدهنيه دي تفضل يتجمع فيها الدهون، تلاقي ناس كتير تقول لك انا جسمي كويس يا دكتور بس عندي مشكله في الجناب. انا عندي مشكله مش عارف في يعني الجزء ده. ده انا المشكله دي بقى، يعني انا جسمي كله بيرفكت وبس في حاجات يعني مش عارفه ليه، بس هتلاقيني بقعد قاعده مش مظبوطه، بحمل على جنب اكتر من جنب، باخد بوستشر مش سليم اثناء الحركه واثناء المشي. تمارين البطن دي صعبه جدا. بعمل تمارين في جنب وجنب لا، وجنب لا. بعمل تمارين لظهري، انا ظهري بيوجعني فاروح اعمل تمارين لظهري وانسى بطني، او اعمل تمارين للبطن وانسى الظهر، فده يحمل على ده. تبقى في مشكله، تبدا تظهر جيوب يتكون فيها الدهون. يعني اذا الدهون ممكن تبقى سكندري، مش حاجه حصلت الاول، لا ده حاجه حصلت نتيجه ان في تشوه في القوام. عشان كده اهميه العلاج الطبيعي ان انا ارجع القوام السليم لجسم الانسان. لما ارجع القوام السليم، مشكله السمنه تتحل، مشكله المفاصل تتحل، كل حاجه الظهر تتحل. يبقى انا دي بقى الجزئيه الاخرانيه، ازاي احط برنامج علاجي سليم للتمرينات العلاجيه الكلاينت بتاعي او المريض بتاعي ده محتاجها. لازم اعمل برنامج متوازن لعضلات الظهر والبطن والفخذ الاماميه والخلفيه. يعني حضرتك لما انا باجي مثلا لحضرتك في المستشفى بتعمل لي بروجرام كامل، تقييم الاول سليم، على تقييم الصحي عموما، يعني الصحه العامه. طب هل في امراض معينه بتاثر؟ يعني حضرتك لازم تعرف انا عندي ايه، مثلا لو انا عندي مشكله في القلب، لو انا عندي مشكله في الضغط، في السكر، فهل كل الحاجات دي بتتحط برضو يعني في الاعتبار الاول ان انت تتعامل ازاي مع الجسم؟ وبعد كده هل بتشرح الجسم كله كعضلات وفقرات، وايه هنا مظبوط وايه هنا ضعيف وايه هنا قوي ايه وهنا خلينا نقولها بالظبط كده، خلينا نقولها مش بالتعقيد اللي حضرتك بتقوليه، بس هي دي الفكره الاساسيه. انا بس عايزه اقول لهم ان ده مهم يعني. احنا يعني بيجي لنا تشخيص، التشخيص ده مثلا وليكن نقول ان احنا مريض متحول بخشونه في الركبه. تمام. المشكله الكبيره بتاعتنا اساسي. طيب بيروح لدكتور العلاج الطبيعي، بيبدا يعمل حاجه ثانيه بعد التشخيص اسمها التقييم. اتعرف على حاله العضلات بتاعه المريض الجسم اللي جالي. عضلاته ديت عضلات الفخذ الاماميه والخلفيه، عضلات السمانه، عضلات الظهر، البطن. لازم اعمل تقييم كامل لحاله العضلات الهيكليه في الجسم. تمام. لازم اعمل تقييم كويس لعضله القلب والجهاز التنفسي. عشان اقدر اعرف المريض ده ايه الاكتيفيتي وايه نوع النشاطات اللي ممكن يؤديها اللي توصله ان هو يرجع لحالته الطبيعيه بسرعه. طب انا هشتغل على عضلات مباشره ولا في عضلات تانية سكندري محتاج ان انا ااهلها عشان اوصل للمريض بتاعي للنقطه اللي انا محتاجها. التقييم ده هو ده اللي بيوصلني ان انا احط خطه علاجيه سليمه مبنيه على التقييم. اقول ان المريض ده عشان اعالج الخشونه بتاعته انا هاهل عضلات ظهره، المريض ده عشان اعمل الخشونه بتاعته انا محتاج اعمل اطاله لعضلات الفخذ الخلفيه. المريض ده عشان اعمل له طب بتعرف ازاي يا دكتور ان العضلات دي ضعيفه وان العضلات دي محتاجه كذا؟ ما ده بقى من التقييم. هل الاجهزه بقى دي الجديده هي اللي بتبين الحاجات دي والله ولا ده الكشف اليدوي؟ في اتنين طريقتين. يعني في طريقه بتعتمد على الكشف اليدوي، الكلينيكال ميجرمنت. انا بقدر اوصف قوه العضله ديت اكوردنج للفحص اللي انا بعمله للمريض. او ان انا بستخدم اجهزه متخصصه، بس طبعا دي في اماكن معينه يعني مش موجوده مش متوفره في كل العيادات. الاجهزه ديت بتقدر تديني رقم محدد لقوه العضله دي، ومن خلالها اقدر احدد البرنامج اللي انا عايزه. طيب ناخد بس تليفون من الدقهليه. طيب اتفضل. الو ايمان. الو
ايوه. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا استاذه؟ ازيك يا ايمي؟ ازيك يا حبيبه قلبي؟ الحمد لله. يخليك. ممكن اكلم الدكتور محمود؟ طبعا اتفضلي. ماشي شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟ اهلا وسهلا. ازي حضرتك؟ الحمد لله تمام. منور يا حبيبي. ربنا يخليكي يا رب. ازيك يا دكتور؟ يا رب يخليك. الحمد لله. ممكن بس اسال سؤال؟ اتفضلي يا فندم. دلوقتي في خشونه في الكتف جامده. خشونه فين؟ خشونه في فين؟ الكتف. في الركبه؟ في الكتف في خلع. ده في الكتف. في الكتف اه. يلا يا ايمان ها سامعينك. انا بكلم الدكتوره. مع حضرتك. سامعينك اتفضلي. خشونه في الكتف. خشونه في الكتف ومزمنه وكنت خدت كناكورت قبل كده. في سكر ولا حاجه؟ نعم. في سكر؟ في سكر. تمام. بتاخدي له علاج ايه؟ انسولين. تمام. طيب بصي يا ايمان، كلمينا بس من التليفون عشان صوتك بيروح ويجي، بس وطي التلفزيون خالص. كلمينا من التليفون. معاكي يا حبيبه قلبي. طيب. معاكي. يلا. خشونه في الكتف وبتاخدي فيه سكر وانسولين. وفي خلع بتقولي حصل من فتره ولا بقاله قد ايه الخلع ده؟ كان خلع واستعمل له عمليه وكده. تمام. وعملتي علاج طبيعي؟ والكتف تعبان لسه. وعملتي علاج طبيعي بعديها؟ علاج طبيعي. طيب تمام. طب سؤالك فين يا ايمان؟ سؤالك. انا سؤالي بس على الخشونه المزمنه اللي في الكتف. طب الكتف بيتحرك حركه كامله؟ بيتحرك ومعاه طبيعي ومش قادر تحريك، يعني احرك ايديا او كده. تمام. الكتف بيتحرك في المدى الحركي بتاعه كامل؟ لا مش كامل. تمام حاضر هرد على حضرتك. شكرا يا ايمان على تليفونك. الكتف يعني انا دايما اسمع او الكومن قوي الخشونه في الركب. لكن في الكتف برضو الحقيقه في حالات مرضى السكر بالتحديد بتحصل مشكله في الانسجه المحيطه بمفصل الكتف. وعلاج على فكره بيبقى بسيط قوي. بسيط؟ هو بتبقى معاناه للمريض. المشكله ان احنا عندنا عضله صغيره كده في الكتف بننساها. وشوفوا بقى العضله الصغيره دي بتعمل ايه؟ يعني واهميتها ايه؟ العضله دي من العضلات المسؤوله عن حركه الدوران في الكتف. حركه الدوران في الكتف دي مسؤول عنها 4 عضلات، في منهم عضله صغيره. العضله ديت بتضعف قوي وبتحل محلها عضله ثانيه. العضله الثانيه اللي بتحل محلها ديت بتقفل مفصل الكتف مع البقاء للاقوى. دي ضعفت ملهاش مكان، اجي انا اسيطر على المكان ده. العضله الثانيه دي قفلت مفصل الكتف، بقى مفصل الكتف ما بيتحركش في المدى الحركي بتاعه السليم. ما بقاش فيه ليونه في الحركه، ما بقاش فيه حركه خالص اصلا. ونوصل منها الى ان مفصل الكتف ما بيتحركش، يحصل فيه التهاب. الالتهاب يعمل تآكل. السكر بيزود لي مشاكل الانسجه والاعصاب. والمشكله تبدا تتفاقم ونوصل ان انا ما بحركش مفصل الكتف بتاعي واثبته جنبي وما فيش حركه. مش قادر. لازم نرجع نظبط التقييم بتاعنا تاني. لازم نقيم سليم، نحدد العضله، نريح العضله اللي حلت محلها ديت ونعمل لها اطاله مظبوطه عشان مفصل الكتف يرجع ياخد الحركه. والعضله بقى اللي بتيجي تحتل مكان العضله الاولانيه دي بتيجي منين؟ سبحان الله، هو ده حاجه بنسميها سبستيوشن، تعويض. انا مش قادر، انت عارفه سبحان الله. كل مريض دايما كل جهاز ليه سبير. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيطلع له حاجه تساعده ان هو يؤدي الوظيفه بتاعته. زي الكليتين، لو يعني سمح الله كليه باظت فممكن يشتغل بكليه واحده بالظبط. يعني والكبد وفصوص الكبد، يعني سبحان الله لو الواحد تبحر بس كده ربنا بيدينا نعم قد ايه الواحد. انت عارفه سبحان الله دي ميكانيكا الكتف دي مشكله كبيره قوي. لو احنا ركزنا في العضلات وطريقه عملها حوالين مفصل الكتف هنلاقي ان العلاج ممكن يبقى سهل. بياخد وقت، ما بيروحش بين يوم وليله، عشان برضو ما نقولش ان ايوه بس الناس دايما بتدور على العلاج السحري، اللي هو انا رايحه اخد حقنه يعني تاني يوم عايزه امشي على رجلي. رايحه عندي خشونه في كتفي يبقى انا هحقن واعمل، عايزه تاني يوم احرك ايدي ويعني ابقى بالظبط. هم عايزين العلاج السريع. ما هو ما فيش حاجه اسمها علاج سريع. يعني احنا الحقيقه يعني الطب ما وصلش لمرحله ان انا حل سحري واعالج على طول ويقوم يمشي ويخف وكل ده. وتمام. لا، احنا دايما اي حاجه، حتى العلاج السحري، حتى الجراحات لازم اعمل قبليها وبعديها علاج طبيعي.
ما ينفعش لازم. واحد يعمل مثلا غضروف في اسفل الظهر وتاني يوم تلاقيه مشي وبقى طبيعي. لا، من غير علاج طبيعي. مش هيحصل. عاده لازم اوصف برنامج سليم لتاهيل العضلات والميكانيكا بتاعته عشان اوصل للحاله الطبيعيه بتاعتي. ولا انا نفسي يغيروا كلمه علاج طبيعي بالعلاج التكميلي او علاج ضروري او يعني لان احنا عندنا علاج طبيعي دول يعني واخدين فكره من زمان قوي ان ده حاجه ترفيهيه، حاجه للناس اللي هي ايه معاها فلوس زياده. عايز اقول لحضرتك حاجه. استكمالا لمشكله الركبه، احنا الركبه مش بس مشكلتها زي ما اتفقنا الاربع حاجات اللي احنا قلناهم دول، لا ده انا مشكله الركبه ان انا ما الحزام الحوضي نفسه الحوض بتاعي ساعات يتقلب لقدام. ليه بقى؟ ميكانيكي. هو كده ميكانيكي. نتيجه الشد بتاع العضلات حوالين حوالين الحوض، نتيجه الولادات المتكرره، أيوة. نتيجه المشكله اللي حضرتك قلتيها واثرتيها شيل الرحم، بيتغير شكل الحوض. بيبقى العلاج بتاع الركبه ان انا اظبط مفصل الحوض ويبقى تعالج والدنيا تخف تحت، لان انا ظبطت بالحوض ده، ظبطت نقط التحميل على الركبه. هظبط مفصل الحوض ازاي؟ هعمل حاجه اسمها علاج يدوي، تحريك معين لمفصل الحوض بطريقه معينه بستخدم فيها اتزان العضلات حوالين مفصل الحوض عشان ارجع الحوض يؤدي الوظيفه، الوزن بتاعي يرجع في نقط وانا لو رجعت الحوض تاني في مكانه الطبيعي مشاكل الركب تتحل؟ معظمها بنسبه 50%. مشكله يعني جزء كبير من المشكله بيتحل. طب وهل لو الحوض فيه انعواج او مطرح الولادات او لو واحد عمل حادثه او لو واحد سائق تاكسي اللي هو طول الوقت بيسوق بالزبط. عنده مشكله، سواقين الميكروباص، سواقين الاتوبيسات، اقصد في شريحه كبيره جدا من المجتمع عندها المشكله دي ان بتحمل على الحوض او عندها انعواج في الحوض او بالظبط. ازاي بنرجع تاني الحوض لمستواه الطبيعي؟ برضو بالعلاج الطبيعي بالظبط. لازم يخضع لبرنامج علاجي يتم فيه تحديد نقط الضعف فين، نقط القوه فين، الشد بيحصل فين، الارتخاء في العضلات موجود فين، ومن خلال التحديد ده نقدر نحدد ايه البرنامج اللي احنا هنعمله عشان نرجع الحزام الحوضي انه يؤدي الوظيفه بتاعته بطريقه سليمه، يستقبل وزن الجزء العلوي من الجسم وينزله بطريقه سليمه عشان المريض بتاعي يؤدي الوظيفه بتاعته بطريقه سليمه. انا عايز اقول لك حاجه خطيره جدا في موضوع الحوض ده. عندنا عضله جميله قوي ربنا خلقها لنا في الجنبين. العضله دي لما بترفعي رجلك وانت ماشيه بتحميكي من انك تقعي. انا رفعت رجل وواقف على رجل فالطبيعي ان انا يبقى في عدم توازن. وزني هينزل في جنب وجنب لا. العضله ديت بتبقى المفتاح السحري لحل مشاكل الركبه. العضله دي ليه بقى؟ مع انها عضله موجوده فوق عند مفصل الحوض، انما العضله ديت لو مش متزنه ما بين الجنبين اليمين والشمال وقويه بالقدر الكافي هتخلي نقط التحميل في الركبه غلط. لا ده احنا نقف عند العضله دي مهمه قوي. ناخد رمضان. اتفضل. الو يا استاذ رمضان، اتفضل. ممكن اكلم الدكتور بس؟ ممكن نوطي صوت التلفزيون؟ ماشي. كلمنا بس من التليفون. اكلم الدكتور سلام. نعم؟ اكلم الدكتور. اتفضل يا فندم. ازيك يا دكتور؟ اهلا وسهلا. عايز لك يا دكتور، انا جسمي يعني بسم الله ما شاء الله جميل يعني ماشي، بس على الجزء بتاع البطن. عندك ايه؟ عارف بصير اللي هي البطن. البطن من اسفل، البطن من تحت. في مشكله يعني في البطن كبيره يعني؟ ايه؟ البطن كبيره؟ البطن لا هي مش كبيره، ما فيش، مش كبيره يعني. بص يعني متقسمه لجزئين، مش عارف ده ايه. مع اني كنت بعمل تمرين وكنت بجري مسافه 10 كيلو و5 كيلو بس، وعملت تمارين البطن والظهر وكل حاجه. تمام. مفيش اي حاجه حصلت. تمام. طب يعني هي المشكله ان البطن متقسمه لجزئين. تمام. وما بتنزلش مهما رياضه او تمارين او بص ده حضرتك كنت بقول لك كنت بجري يعني مسافه طويله جدا وبعمل تمرينات رياضي اصلا. دخلت الجيش وكنت بجري برضه. طيب يبقى هي المشكله في موضوع البطن. تمام. مشكله البطن ديت مرتبطه بحاجه ثانيه، مرتبطه بالكيرف بتاع العمود الفقري. العمود الفقري زي ما اتفقنا ان في 4 كيرفات موجودين في العمود الفقري. ال4 كيرفات دول في ربنا خالقهم بتوازن معين عشان يديني القوام المفروض بتاعي. ساعات بيحصل ايه نتيجه خلل العضلات ديت؟ بيحصل ان الكيرف ده يتفرد، ما يبقاش فيه كيرف، يبقى في استقامه في العمود الفقري. نعم. استقامه في الفقرات القطنيه او استقامه في الفقرات العنقيه.
الاستقامه ديت بتعمل لي مشكله في عضلات البطن قدام. عضلات البطن بتتقسم لجزئين فعلا زي ما هو بيقول كده، جزء علوي وجزء سفلي، ويقعد يلعب عضلات بطن ومفيش فايده. يعني فعلا بتتقسم نصين من بسبب بيبقى ده. الشيب في جزئين كتلتين موجودين في البطن ومش عارف يعالجها. لازم ارجع اعالج الميكانيكس بتاعه العمود الفقري تاني. لازم اظبط الكيرفز بتاعه العمود الفقري عشان تدي راحه للانسجه اللي في الجزء اللي ما بين البطن وما بين الظهر. الانسجه الداخليه ديت لازم تتظبط. طب ده علاج سهل يعني؟ هنحتاج فيها تدخل الاوستيوباثي مثلا في النص عشان يظبط لي الديناميكيه دي. الديناميكيه اللي جوه في المنطقه دي. واحنا نظبط العضلات اللي موجوده حوالين المنطقه دي. طيب نرجع بقى للعضله عشان انا مش ناسيه. طيب. العضله اللي هي في البطن اللي ممكن من خلالها تسهل كل عمليه موضوع الركب ومشاكل الركب. هي العضله مش في البطن برضو، نرجع هي العضله في الجنب. في الجنب. في الجنب ماسكه في الحوض. العضله دي مسؤوله عن حمايه الجسم من ان يحصل عدم اتزان اثناء المشي. انا برفع رجل وبنقلها عشان اخد الخطوه. العضله ديت بتمسكني ان انا ما اقعش. لو العضله دي ضعيفه هيحصل ميل في جسم الانسان بطريقه معينه. الميل ده يخلي نقطه التحميل في الركبه مش مظبوطه. سبحان الله. نقطه التحميل مش مظبوطه يعني تآكل زياده في عظم الركبتين. تآكل زياده في الغضاريف. تآكل زياده او تحميل غلط على الاربطه اللي محيطه بمفصل الركبه. مفصل الركبه عندنا فيه مجموعه من الحمايات الربانيه عشان تامن المفصل ده. كله بربطه بالظبط. فلو انا حصل شد على رباط معين او ستريس على رباط تاني، ده هيخلي الميكانيكا بتاعه الركبه مش مظبوطه. معدل التآكل يزيد، الالتهاب يزيد، الالم يزيد، كله بقى نخش في دايلما مش هتخلص. علاجها ايه؟ علاجها ان انا ارجع القوام تاني الاصل. اظبط البوستشر بتاعي. القوام بتاعي لازم يتظبط. ظبطت القوام ظبطت كل المشاكل اللي عندي. بس تظبيط القوام ده يمكن احنا بنتكلم تحس انه سهل، لكن هو مش سهل. يعني ان انت ترجع تاني واحد عنده كرش مثلا مخلي جسمه كله لقدام، صح؟ بالظبط. وانحناءات بقى وانعواج بقى في العمود الفقري وقصص. عشان ترجعه تاني لازم تخسس كل الكرش، يعني دخلنا في سمنه برضه، يعني لازم علاج السمنه الاول. طب يعني واحده ست مثلا عندها الارداف كبيره، فهل دي برضه بتعمل لها مشكله؟ طبعا. واحده ست مثلا عندها صدرها كبير، فبرضه بننزل نعمل مشكله. فهو كل واحد في حياتنا عنده ديفو في جسمه. ما هو الديفو ده انا عايز اقول ان هو مش السمنه هي اللي عملته. القوام هو اللي عمله. يعني انا عايز دايما ارجع المشكله بتاعه السمنه ديت للقوام. لاتزان العضلات. لو انا العضلات بتاعتي مظبوطه مش هيبقى في بطن كبير. ما خلاص بقى ما بقتش مظبوط. احنا دلوقتي بنتكلم يتفرجوا علينا يقول لك يا استاذ خلاص ما بقتش مظبوط. ما بقتش مظبوطه لازم ارجع اظبط تاني. قبل ما ابدا اخضع لبرنامج الدايت اللي انا ما بقللش من اهميته، قبل ما ارجع ابدا اعمل برنامج الرياضه اللي عشان ابذل واحرق سعرات، قبل ما اعمل الحاجات ديت، قبل ما اخش في برنامج التخسيس الموضعي والكلام ده، لازم يكون في اشراف سليم عشان اعيد الاتزان لعضلات جسمي تاني واعيد القوام السليم للجسم اثناء عمليه التخسيس اللي بتتم بالطرق المعتاده اللي يعني احنا عارفينها. حضرتك مثلا عمليات السمنه او جراحات السمنه اللي هي الباي باس والبالونه واللايبو وكل الحاجات اللي بنتكلم، وتكميم المعده وتدبيس المعده والكلام ده كله، تحويل المسار اللي هو باي باس والحاجات دي، هل حضرتك مع الحاجات دي؟ لان هي بتظبط القوام، ما هي بتنزل السمنه كلها اللي في الجسم، بس لازم حضرتك تتدخل بقى في اللحظه دي تعرف الجسم نظبطه يعني ازاي. احنا مش عايزين نقول ده صح ولا غلط، احنا بنقول ان ده كله بيخضع لمعايير وقانون ماشيين. اذا البادي ماس اندكس او معدل كتله الجسم، اذا بادي ماس اندكس وصل لغايه 35، ممكن في بعض الاحيان بنسمح ان هو يوصل لغايه 37 38، ممكن نتعامل وياه بالطرق التقليديه في العلاج الطبيعي وفي التخسيس الموضعي وفي الحاجات دي والدايت، ونبدا نظبط الكلام ده واحده واحده. وهناخد وقت، الوقت ده هيساوي الوقت اللي هناخده في الجراحه الحقيقه. يعني الجراحه بتاخد لها مش اقل من 6 شهور عشان يظهر النتيجه المرجوه او انزل بالطريقه اللي انا عايزها. انما اذا وصل ان في عندي سمنه مفرطه بتعدي البادي ماس اندكس بتاعها على 40، انا في الحاله دي بيبقى في صعوبه طبعا ان انا اعمل مهما عملت بقى العضلات دي مخفيه جوه السن. في الحاله ديت بقى بنبدا نلجا للجراحات والحاجات الثانيه. طيب ناخد اخر تليفون معانا. ناديه من الدقهليه. يا ناديه. السلام عليكم. عليكم السلام. اولا انا بشكرك جدا جدا على البرنامج اللي انت مقدماه بصراحه، لما فيه من المعلومات القيمه اللي احنا كلنا كنا محتاجينها. ربنا يخليك يا رب.
وطبعا بشكر الدكتور وله تحيه خاصه من اهل المنصوره كلهم، وبنشكره على المعلومات اللي وضحها لنا اللي احنا فعلا كنا في حاجه لها. بس ايه رايك النهارده في المعلومات اللي يمكن بسيطه بس احنا ما نعرفهاش، موضوع العضلات وتركيبه الجسم والله انا بقول لك عشان كده بشكرك وبشكر الدكتور جدا. ربنا يخليكي يا حبيبتي، اتفضلي. لان احنا طبعا كنا في ما عندناش المعلومات القيمه دي. ربنا يخليكي، اتفضلي سؤالك يا فندم، اتفضلي. سؤال ان انا بشكره جدا على المعلومات كلها، لان طبعا كل المشاكل ديت احنا بنعانيها. ايوه. معلش وطي صوت التلفزيون بعد اذنك. وطيته. شكرا. واحنا متشكرين جدا جدا يا دكتور محمود. ربنا يخليك يا رب. شكرا يا مدام ناديه. اهل المنصوره. اهل المنصوره على راسنا من فوق، ده امي من المنصوره. اهل على راسنا من فوق. طيب يعني شوف حضرتك يعني فعلا المعلومات، انا مبسوطه جدا بالتليفون ده عشان يعني هي بس بتشكرنا على المعلومات، لكن ساعات بتبقى فعلا معلومه بسيطه جدا جدا لكن كبيره في تاثيرها على هو الحقيقه المفهوم الاساسي اللي انا عايز اوصل له، احنا قدامنا دقايق، فانا عايزاك بقى ايه المهم قوي نقوله بقى. المهم قوي ان احنا نعرف ان العلاج الطبيعي مش بس مشكله وانا عايز احلها، انا ممكن استخدم العلاج الطبيعي ده في الوقايه من الامراض. انا عندي مشاكل كتيره جدا بتيجي نتيجه القعده الغلط. ايوه. الوظيفه باديها بطريقه مش سليمه. العربيه بركبها فترات طويله. ايوه. انا بطريقه بسيطه جدا ممكن ارجع او احمي المريض بتاعي او احمي المواطن بتاعي من انه يتعرض لمشاكل في المستقبل كبيره جدا. معظم المشاكل اللي احنا بتواجهنا الركبه طبعا، الام اسفل الظهر، أيوة. الام الرقبه، الم في الدراعين، أيوة. تسميع في الرجلين، عرق النسا، الكلام ده كله. يعني حاجه بسيطه جدا، مثلا المحفظه اللي معظم الرجاله حاطينها في الجيب اللي وراني وبتضايقني قوي الحركه دي. المحفظه دي بقى الحركه دي اللي بتضايق الستات كلها تاثيرها. طب شوفي بقى المحفظه دي بتعمل ايه؟ بتعمل ايه؟ المحفظه دي بتضغط على مخرج العصب اللي احنا بنسميه عرق النسا. عرق النسا ده عصب بيغذي رجلي. انا حاطط المحفظه فوق عرق النسا، فوق عرق النسا، وقاعد عليها طول النهار. اجي بالليل الاقي رجلي منمله. أيوة. ووجعاني وفي شد في عضلات رجليا كلها. وانا مش عارف ايه المشكله. وفي الاخر تطلع المحفظه اللي بتتحط في مجرد ان انت اديته معلومه بسيطه انه لو سمحت ما تحطش المحفظه في جيبك اللي وراني، مشكلته اتحلت. طب والمعلومات دي جايه تقولها لي في الاخر؟ طب المشكله دي ايه تاني بقى بسرعه قدامنا دقيقه؟ انت عارفه المشكله ديت بتغير الحوض، بتغير شكل الحوض. وضع الحوض. ما هو انا قاعد على المحفظه هنا، فاضطريت الحوض ده يطلع لفوق، فبقى في خلل في الميكانيكا بتاعه الحوض مش شغال مظبوط. طب دي المحفظه، ايه تاني غير المحفظه؟ سريعا خلينا نقول التليفون الموبايل. كلنا بننام على السرير وحاطين مخده تحتينا وعاملين كده وماسكين الموبايل. دي مشكله كبيره جدا على عضلات الرقبه وعضلات والاعصاب اللي بتغذي الدراعين. المشكله ديت يقعد ينام، ما فيهاش نص نص، ما ينفعش النص نص، ينام خالص يقعد مستقيم. النص نص ده بقى عامل لي ستريس جامد جدا على عضله رقبتي وعضلات ظهري. فعلا بيحصل، انا لما بعمل كده بلاقي راسي وجعتني جدا ونملت وحصل لي كلكعه. طب انت عارفه ان المشكله البسيطه ديت تراكمها بيوصلني في الاخر ان يجي لي ديسك، يجي لي استقامه في العمود الفقري، كمان يجي لي اعوجاج في العمود الفقري. معظم الطلبه بتوعنا قاعدين نايمين على السرير وحاطين ايديهم على خدهم وعمالين يكتبوا. طب لو انت بتغير شكل الطبيعي اللي ربنا خلقه لك للعمود الفقري. طيب ايه تاني بنعمله غلط في حياتنا؟ حاجه مهمه بقى قوي انا عايز اتكلم عليها، الاجهزه. الاجهزه اللي موجوده في معظم الجيمات بتاعتنا طبعا اجهزه محترمه جدا، بس احنا ساعات مثلا ايه بقول انا هشتري التريد ميل عندي في البيت، تريد ميل عشان اعمل مشي في البيت. طب انت عارف ان التريد ميل ده بيزود الخشونه في ركبتك؟ يا ساتر يا ساتر. انت عارف ان التريد ميل ده انت عارف ان التريد ميل ده بيسبب مشكله في فقرات اسفل الظهر بتاعتك. انت كل خطوه بتخطوها بتدوس بيها على التريد ميل بتخبط التريد ميل برجليك. التريد ميل بيخبطك. طب ما احنا كأننا ماشيين في الشارع او في النادي. ما هي الخبطه دي بتروح فين؟ الخبطه دي بتروح على الركبه وعلى الحوض. طب ما في الجيم بنعمل نفس الحكايه، التريد تلاقي بنوته صغيره عندها 24 25 سنه
كل اللي بتعمله في حياتها انها بتجري على التريد ميل. تيجي تقول لي يا دكتور ركبتي وجعاني جدا ومش قادره وخشونه جامده جدا في الركبه كانها عندها 50 سنه. ايه يا بنتي؟ بسبب التريد ميل. ايه المشكله؟ انا بقالي 4 سنين بجري على التريد ميل، انا خايفه اتخن فبجري على التريد ميل. طب التريد ميل بتاعك ده معالج طبيا؟ التريد ميل بتاعك ده معد لامتصاص الصدمات؟ طب نوع الشوز اللي انت بتلبسيها، الشوز ديت بتمتص الصدمه اللي انت بتعمليها على التريد ميل؟ لا طبعا. وبالتالي انا بسبب مشكله كبيره جدا عن طريق حاجه انا فاكر ان هي بتساعدني وهي ما بتساعدنيش. لا ده احنا هنعمل حلقه بقى كامله يعني انا بوعد المشاهدين ان شاء الله يعني خلال الشهر نعمل حلقه كامله عن ايه الغلطات. زي ما حضرتك قلت المحفظه اللي الرجاله بيحطوها في البنطلون الخلفي، الجيب الخلفي، التريد ميل الغلط، مثلا بنعمل لو تريد ميل نعمل ايه عشان يبقى صح. كل الحاجات دي انا عارفه ان حضرتك اخرتها، دي حاجات مهمه للاخر لكن هنعمل حلقه خاصه بجد بوعدكم عن كل الاخطاء اللي في حياتنا اللي بتسبب مشاكل جسيمه فيما بعد وبنفضل نتعالج منها لمده سنين وشهور وشهور. انا الحلقه مش عايزه اخلصها لكن اجباري المخرج بيقول لي فركش. انا بشكر جدا الاستاذ الدكتور محمود ناصر، استشاري ورئيس قسم العلاج الطبيعي بمستشفى وادي النيل. نورتنا يا فندم بجد يعني وافدتنا بالمعلومات القيمه دي. ربنا يخليك. بشكرك يا فندم. مشاهدينا خلصت حلقتنا النهارده والاعاده بتكون تاني يوم يعني بكره الساعه 8 صباحا. تقدروا تتابعونا وتتابعوا كل كلامنا المفيد. اشوفكم على خير ان شاء الله، وكل يوم معاكم بلايف كلينيك من الساعه 2 للساعه 3 دايما على قناه النجوم. الكلمه اللي انتم مش حابين بيقولوا لي على قناه النجوم النايل لايف. لو عايز تعرف صفات برجك اتصل من أي محمول على 1472 أو من أي خط أرضي على 0900 91 43 عشان تتواصل مع خبيرة الأبراج عبير فؤاد وتقدر تعرف برجك اليوم، صفات برجك هذا العام، وتوافق برجك مع الأبراج التانية. ولو عايز تعرف تفاصيل أكتر تقدر تتواصل مباشرة مع الخبيرة عبير فؤاد كل يوم من الحد للخميس من الساعة 10 صباحاً وحتى الساعة 3 عصراً، والجمعة والسبت من 10 صباحاً حتى 1 ظهراً. اتصل الآن واعرف أسرار برجك مع الخبيرة عبير فؤاد. اهلا وسهلا بالساده المشاهدين وحلقه خاصه جدا من برنامجكم اللي بتحبوه شيف ونص، الابداع والتميز دائما على شاشه النايل لايف. النهارده هنعمل اكلات مصريه زي كل يوم حد من كل اسبوع بنعمل اكلات مصريه اصيله، بنتجول داخل الريف المصري الجميل اللي احنا من خيره ونجيب الاكلات. النهارده بنريح ست الكل، بنريحك من موضوع محشي الورق العنب، وبنعمل حاجه اسمها صينيه الورق العنب باللحمه. مش محشي المره دي، لا هي صينيه ورق العنب باللحم. ايه هدف الاكله؟ احنا لما بنعمل محشي ورق العنب بنستفيد من الاكله بالورق العنب بما فيه من قيمه غذائيه، زائد ان احنا بنحشيه اصابع. انا اوفر عليك الوقت، وبما ان الوقت دلوقتي غالي وكلنا بنشتغل، فهنعمل صينيه الورق العنب باللحمه والطماطم، حاجه كده مسبكه، طاجن ملوش حل. هنعمل كمان النهارده البتنجان المتبل بالزبادي برضو بطريقه شيف ونص. ده كله هنعمل معاه طبق رز النهارده. الرز هيكون الرز المحمر لونين.
دايما انا كنت زمان كده اكل اكله طيبه بحبها، الرز المحمر حبه بيضه وحبه بني بدل الشعريه بالقرفه. انا هعمله النهارده بطعم شيف ونص. يعني الاكلات النهارده اكلات مصريه اصيله. هنبدا بيها ابو الشيف، هنبدا بصينيه الورق العنب مع كفته اللحم. تعالوا نشوف تكنيك عمل صينيه الورق العنب مع كفته اللحمه هنعملها ازاي، واللحم ده ضاني ودسم شويه. المقادير على الشاشه والصوره تتحدث عن نفسها. معانا ورق عنب، جبنه برطمان بكل امانه وبكل صدق موجود معانا نص كيلو من اللحم المفروم، معانا بصل ناعم وتوم ناعم، معانا كزبره خضراء مفرومه وبقدونس ناعم، 4 معالق من الدقيق دول مهمين جدا، ما ننساش عصير الطماطم ومعلقه صلصه طماطم وجوز الطيب وملح وفلفل وكزبره. المقادير على الشاشه قدام حضراتكم والصوره تتحدث عن نفسها. المقادير كالاتي: ورق عنب حلو، لحم مفروم، بصل ناعم، وعندنا توم ناعم وكزبره خضراء وبقدونس ناعم مفروم، عصير طماطم، معلقه من صلصه الطماطم، دقيق، جوز الطيب، كمون وملح وفلفل. انا هقول المقادير كمان مره عشان الاكله دي مهمه جدا. ده طاجن نقدر نقول عليه صينيه الورق العنب ماشي بطريقه جديده النهارده مع شيف ونص، توفري وقتك وتقدري تبقى انت كده اصبت هدف كبير قوي انك انت تاكلي ورق عنب في البيت باللحمه وكل حاجه. عباره عن لحم مفروم ضاني دسم شويه، معاه ورق العنب وبصل ناعم وتوم ناعم، كزبره خضراء، البقدونس المفروم الناعم وعصير الطماطم، معلقه صلصه طماطم، معلقتين من الدقيق وجوز الطيب مهمه جدا لصوص الطماطم، مع الكمون والملح والفلفل. المقادير قدام حضراتكم طبعا شايفينها ازاي والصوره تتحدث عن نفسها. حلو الكلام. شفنا المقادير. إذا أنت عندك في البيت، إحنا نشوف المقادير قدام الشيف، حاجات بسيطة. عندنا حاجات كده الدقيق والبقدونس والكزبرة مع البصل والدقيق، اللحم المفروم، الطماطم وصوص الطماطم، الورق العنب موجود معانا، البهارات بتاعتنا الجميلة، في كل أنواع البهارات معايا في المطبخ هنا، اللي حابب أشتغل منها مفيش مشكلة، لأن دايما أقول لك أنت بتروحي العالم كله وتلفيه وأنت قاعدة في مطبخك مع شيف ونص. يعني وأنت قاعدة في المطبخ بتاعك في البيت أيا كانت المنطقة بقى، بتلف العالم كله بس بطريقه شيف ونص، بالبهارات والتوابل والتركيبه اللي موجوده عندك في المطبخ. هنبدا نعمل صينيه الورق العنب. الاول هنسبك صوص الطماطم مع الكفته. ازاي؟ عندنا الطماطم وعندنا صلصه الطماطم موجوده اهي زي الفل، ومعانا البصل الناعم. حلو الكلام، حلو الكلام. معلقتين من زيت الزيتون. حلو. بصلايه ناعمه اهوت. حلو الكلام. فص توم ناعم. هنعمل صوص طماطم على ذوقك، يعني صوص طماطم متسبك كده وزي الفل. ادي البصلايه وفص التوم الحلو. حلو الكلام اهوت. انا هكسب وقت واحط الطماطم على النار لان محتاج ان الطماطم دي تغلي شويه وتتسبك شويه. يعني اخدم صوص الطماطم. خلي بالكم صوص الطماطم ده اشكال وبطعم مختلف تماما، ولكن انك تخدمي عليه بقى تحمري التومه ازاي والبصلايه مع البهارات بتاعتك دي مهمه جدا. ادي البصلايه مع التومه زي الفل، وانا بحمر كده هنزل بيها ابو الشيف. هو ده هننزل بشويه دقيق صغيرين كده، واقول لكم السر في شويه الدقيق دول قد ايه. لازم احمرهم كده، لازم التحميره بتاعت الدقيق دي كده اهي اهوت، مهمه جدا. الله يا حلو قوي زي الفل. ايه البهارات اللي هننزل بيها يا ابو الشيف؟ هقول لكم حالا دلوقتي. ادي البصلايه مع معلقه الدقيق مع الثوم. شفتوا التحميره دي كده زي الفل تمام. ننزل بصوص الطماطم بتاعنا. اوعى وشك اوعى وشك. صوص الطماطم التاني كمان. حلو الكلام زي الفل. شويه ميه كده. الله. بس واسيبه يغلى على النار كده يتسبك على النار. هو ده اللي انا عايزه. كده انا خلصت من ده. الله، ريحه التخديعه. كان زمان لما كنت اقعد اذاكر واقعد وانا قاعد كده ايه انام بدري، كان والدي يقول لي واكل تخديعه. التخديعه دي بتعمر الدماغ. هي دي التخديعه اللي بنقول عليها بتعمر الدماغ. يعني التوميه مع البصله بجد بتظبط الدماغ. الصلصه والتخديعه المسبكه دي هسيبها على النار تغلي كده زي الفل. احطها بهارات ايه بقى؟ عندنا شويه البهارات. عندنا فين هنا يا ابو الشيف؟ عندنا ملح وفلفل. ادي الفلفل الاسود زود كده شويه، ومعانا الملح تمام اهوت. حلو، نظبط الملح كده.
تمام زي الفل. شويه زعتر شويه زعتر. الزعتر فين يا عم احمد؟ زي الفل. تمام اسيبهم على النار يغلوا كده. انا عايز الطماطم ده يغلي على النار، هغطيه كده واسيبه شويه. تعالوا نعمل مع بعض حته كفته لورق العنب. هنجيب كسرولة تانية زي دي كده. حلو الكلام اهيت. حلو. وناخد اللحم المفروم كده. بسم الله الرحمن الرحيم اهوت. حته لحمه دسمه شويه، يعني عايزين الصراحه. انا خليت الجزار يفرم لي حته لحمه كندوز عشان يبقى فيه مصداقيه. احنا اتفقنا مع بعض وقلت له عندك ليه خروف؟ قال لي قلت له عايز حته ليه تفرمها لي مع اللحم. قلبت على ضاني على طول. بقى عندي حته لحمه دسمه شايفينها حضراتكم ازاي. تعالوا نخدم عليها ونعملها ايه لورق العنب. ادي اللحم المفروم اهوت. هنزل بالبصله الناعمه. حلو. هننزل بشويه خضره ده مع اللحم المفروم، كانك بتعملي حشوه ورق العنب. حلو الكلام بس من غير رز. وادي البقدونس. حلو قوي. طبعا احنا بنعملها كفته. شويه دقيق صغيرين مع الخلطه كده. واقول لكم الدقيق ده مهم جدا. الدقيق ده مهم جدا. كده انا خدت شويه البهارات التمام. ايه البهارات يا ابو الشيف؟ عندي فلفل اسود معاها كده. حلو. شويه قرفه. حلو كده تمام. ما ننساش كمان يا ابو الشيف معلقه توم صغيره كده. الخلطه تمام. عندنا شويه الملح التمام كمان. فين ملحك؟ هو ده. حلو. كل الخلطه دي مع بعض هنقلبها كده. بعمل هنا حته كفته كده حلوه. شايفين دي حشوه الورق العنب بس مش هنحشيه المره دي، لا هنشوف هنعملها ازاي. دي الكفته الله. انا عايزك لما تعملي حاجه زي كده وتحطها في قلب الصلصه حته لحمه عندك زي دي كده. وكلنا بنعاني من المشكله ديت. كفته اللحمه الرز اللي بنجيبها الجمل الحلوه ديت ليه بتعمل؟ لان احنا بنفرم معاها رز. فلما بتعمليها اصابع صغيره كده وتقليها في الزيت وتغرقها في الصلصه اللي زي دي كده فمفيش مشكله، ما بتفكش منك زي الكبه كده. حلو. ولكن تعالي لو احنا دلوقتي عملنا حته كفته زي كده، انا حطيت معلقتين دقيق مع اللحمه، هم دولت المهمين جدا على فكره. حته كفته ملهاش حل زي الفل تمام. هنجيب صينيه واحط فيها شويه زيت. بسم الله. ادي شويه زيت كده في ارضيه الصينيه. عينيا الاتنين. الله. شويه زيت اهم تمام. تعالوا احنا بنعمل دلوقتي صينيه الورق العنب بالكفته. هنعمل الكفته اللي ممكن نعملها اصابع زي دي كده اهي، ونخليها زي المحشي بالظبط اهو بالشكل ده كده اهو. شكل تلقائي كده بايدك كده مفيش اي مشكله اهي كانك بتعملي كفته. لا تحطها ليه كده على بعضيها. حلو اهو. حلو اهو. عندنا الفرن درجه حرارته عاليه جدا. الفرن يا ابو الشيف درجه حرارته عاليه جدا، يعني ممكن تقول فوق ال 200. يعني ما ينفعش احط الكفته دي في فرن هادي خالص اهو بالشكل ده كده مفيش اي مشكله اهو. حلو قوي اهو بالشكل ده كده تمام اهو. ادي صينيه نحط برضو عليها شويه زيت صغيرين، وعندنا الفرن نحط شويه زيت على الوش كده ويلا. ادي واحده خلصنا منها. تعالوا نعمل التانيه. ولا الصينيه اللي هعملها دي خلي بالكم لما تحط على السفره زيها زي الديك الرومي بالظبط بجد. انا عندي يعني لما تلاقي ورق عنب مع لحم مفروم على السفره كده يبقى انت كده عملت حاجه جديده وفي نفس الوقت طعمه مختلف خالص اهو. شايفين الجو ده كده اهو. حته لحمه فرمناها، حطينا عليها بقدونس ناعم، حطينا عليها بصله ناعمه، فص توم ناعم، كل دول مع بعض بساطه خالص اهوت زي الفل. درجه حراره الفرن عندي 220. بحطهم في الفرن لمده 20 دقيقه. دولت لازم يتحمصوا في الفرن تتشوي. وخلي بالكم البهريز اللي هيبقى في قلب الصينيه ده هنستفيد بيه في طعم في طعم الصلصه بتاعتنا اللي احنا هنعملها. هنولع الفرن جاهز عندنا. لازم تتاكد ان الفرن بتاعك سخن. هنبدا نحط صينيه هنا والتانيه هنا
وننساهم شويه مع بعض مع درجه حراره عاليه جدا. وانا هنا شامم ريحه صوص الطماطم الجميله الحلوه. الله، كده صوص الطماطم مش ناقصه غير حاجه واحده بس اقول لكم عليها. ايه هي؟ اظبط الطعم. بسم الله. اوه، ادي صوص الطماطم الجميل. بصلايه ناعمه، فص توم ناعم، نزلت بمعلقه دقيق صغيره وهو اللي مخلي الصلصه قوام وشخصيه كده حلوه، وصوص الطماطم التمام مع معلقه صلصه وسبته على النار. نيجي لقصه ورق العنب. حلو الكلام. ادي ورق العنب بتاعنا الجميل. ده برطمان ورق عنب جبته من السوبر ماركت وشفت تاريخ الصلاحيه بتاعه زي الفل تمام. وبعد ما جبته طبعا ده محطوط في ميه وده بتخزن، فالطبيعي انك انت لما تيجي تستخدمي ورق العنب ده تحطيه في ميه تانية خالص كده وتغسليه شويه مره واتنين. ليه؟ عشان تتخلصي من المواد الحافظه اللي هي في البرطمان نفسه. زي الفل. ادي الورق العنب بتاعنا. اتاكدي طبعا ان هو سليم مش ماير. يعني ايه يا شيف احمد؟ يعني الورق العنب لما تفتحيه زي ما انا بفتحه دلوقتي كده تلاقي الورقه سليمه. لو لقيتها بتتقطع في ايدك كده ومايره، مايره يعني ايه؟ يعني تلاقيها سايبه نفسها وطريه قوي، اول ما بتمسكيها بايدك تتقطع. ده ما ينفعش، ده بقى له فتره طويله متخزن ودرجه التخزين بتاعته سيئه جدا، مش فيش تهويه ولا حاجه. كده ده ورق العنب تمام كده. انا ايه صفيته من الميه وغسلته في نفس الكسرولة. في نفس الكسرولة يا ابو الشيف. هنجيب سكينه وحاميه. حلو. انا شايف الصوص الطماطم بيستعد لورق العنب. خليه كده على النار وتعالى